انا جربت السكر الدايت والسكر الابيض، وتعال اقول لك مين الافضل فيهم. انا ابراهيم سيد، اخصائي تغذيه، ولو فاكر ان الاحسن ان انت تستخدم سكر ابيض ده عشان تخس، فتعال اقول لك بقى خلاصه الكلام ده كله. بس ما تنساش تتفرج على الفيديو الاخر عشان تخلص بقى من الحكايه دي. بص يا سيدي، هو انت ايه اللي تعرفه اصلا عن السكر الدايت؟ انا عارف انت كده هتقول لي هو احسن طبعا من السكر الابيض عشان هو بيديك الطعم المسكر ده، وفي نفس الوقت ما فيهوش كالوريز. عاوز اكتر من كده ايه بقى؟ اسالك سؤال تاني معلش، انا عارف ان انا بتقل عليك بس خلينا نستفيد من بعض. ما سالتش نفسك قبل كده هو ازاي السكر الدايت ده بيديك الطعم المسكر وفي نفس الوقت ما فيهوش سعرات؟ ايه رايك بقى في السؤال ده؟ حلو ها؟ تعالى بقى اقول لك ازاي. سكر الدايت ده بيكون عباره عن سكريات مصنعه، وطبعا في انواع منها كتير زي الاسبرتام والسكرين والاستيفيا وغيرها طبعا. طب بتختلف في ايه بقى الانواع دي كلها؟ بتختلف في قوه التحليه بتاعتها ومقدار الضرر اللي هي بتسببه، ده غير انها بيتعمل عليها عمليات قبل ما تجيلك عشان تجيلك حلوه كده ومتغلفه وزي الفل. تحط عليها بقى مواد مضافه ومواد حافظه وغيرها. ده غير كمان ان درجه الحلاوه بتاعت السكر الدايت بتكون اضعاف السكر العادي الابيض. وهقول لك تعرف كده ازاي بطريقه بسيطه قوي. اعمل مثلا المشروب بتاعك، هات معلقه من السكر الابيض وهات معلقه من السكر الدايت وشوف الفرق بينهم. طبعا النتيجه كده ان هو بيأثر على مراكز التذوق اللي موجوده في اللسان. بالتالي هيحصل ايه؟ هيكون عندك نهم اكتر لاكل السكريات والحلويات بكميات اكتر من اللي كنت بتاكلها قبل كده، عشان تعادل نفس كميه السكر واحساس بالسكر ده وتتمزج. واكيد طبعا اي حد عايز يخس او عايز يظبط جسمه بيكون عايز يقلل من شراهه السكريات والحاجات دي، لان هي بتكون سبب كل المصايب. ده غير كمان ان السكر الدايت ده بيأثر على البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء. طب ايه المشكله يا عم؟ اكيد السكر الدايت ده اكيد ارحم من السكر الابيض العادي. لا يا صديقي مش كده. البكتيريا النافعه دي اللي هو بيأثر عليها بتكون مهمه جدا في عمليات الحرق في جسمنا وعمليات الايض، وطبعا بتحسن من كفاءه وصحه الجهاز الهضمي. كتر استخدام السكر ده بيأثر عليها، وكمان بيزود من احتماليه الاصابه بمقاومه الانسولين، واحنا مش عايزين اي حاجه تبع مقاومه الانسولين، عايزين نبعد عن الحاجات دي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اخد سكر دايت ولا اخد سكر ابيض؟ لو صبرت انت بس يا صديقي هتعرف كل حاجه. بس قول لي انت عملت سبسكرايب ولا لسه اصلا ما عملتش لايك؟ طبعا حكايه السكر الابيض والسكر الدايت ده اكتر سؤال بيجي لي من الناس اللي متابعين معايا، وانا اقول لك رايي بصراحه لازم برضو ندلعك يا صديقي. بص احنا نقطع سكر دايت خالص. سلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده. اصبر بس، حاول تبدل السكر الدايت بالسكر الابيض العادي. خليك في اليوم تقريبا 3 معالق سكر. يا سلام بقى لو قطعته خالص يبقى احسن. خليك في 3 معالق بس في اليوم للشخص الطبيعي. ويا سلام بقى لو بتعمل مشروب مثلا وبتاخد عليه معلقتين، خليهم معلقه ونص اول اسبوع، بعد كده تاني اسبوع خليهم معلقه، وهكذا، لان كل ما تقلل السكر يبقى احسن. اما لو انت بقى اصلا في عالم الخبزات والحلويات والحاجات ديت، فخليك بقى في السكر الدايت احسن. كده هيكون ارحم واقل ضرر من كميه السكر اللي موجوده في المخبوزات والحلويات. تعال اقول لك بقى الخلاصه بتاعت الحاجات دي كلها. لو انت بتاخد سكر دايت فبدله بالسكر العادي، وحاول تقلل من معلقتين لمعلقه واحده. ويا سلام بقى لو حطيت العسل بدل السكر هيبقى 100 100. او لو انت في دنيا المخبوزات والحلويات والحاجات دي فخليك بقى في السكر الدايت. قول لي بقى انت كنت بتاخد اصلا سكر عادي ولا سكر دايت؟ بتاخد كام معلقه؟ لو استفدت بقى ما تنساش تعمل لايك الجميل واشترك في القناه. سلام.